السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا النهاردة في مطبخ مروة عادل. ازيكم؟ يا رب كل اللي بيشوفونا يكونوا بخير، ونتمنى منكم ان انتوا تدعموا القناة، وان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة يعجبكم. معانا فيديو خفيف كده ولطيف. نعمل ازاي مع بعض البسارية تكون مقرمشة وطرية من جوه، مقرمشة من بره وطرية من جوه، وجنبها طبعا طبق سلطة خضرا خفيف كده اهي. بس معانا البسارية طريه ازاي من جوه ومقرمشه. هقول لكم تعملوها ايه خطوه خطوه، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتسيبوا لنا لايك جميل وتعليق حلو منكم، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. هنجيب هنا البسارية، نغسلها، نشيل راسها بالبطن بتاعتها ونغسلها كويس وننضفها زي ما انتم شايفين كده، ونبدأ نحط عليها التوابل بتاعتنا. التوابل عندي معلقة توم صغيرة وكمون ومعلقة كزبرة وملح ومعلقة بابريكا، معلقة كركم ونص ليمونة، ونقلب البهارات بتاعتنا دي كويس. ونجيب الدقيق بتاعنا بعد كده هنا نقلبها كويس، ونجيب الدقيق بتاعنا برضو معانا ايه معلقة نشا نحطها على الدقيق، وشطة وكمون، وبرضو معلقة صغيرة كركم. ونجيب عندي هنا مية ساقعة وتلج، ونروح هنا نقليها. هنقليها ازاي؟ بعد ما قلبنا التوابل في الدقيق بتاعنا، نقلب البسارية بتاعتنا في الدقيق كده كويس، ونروح حاطينها في قلب المية الساقعة ونحطها في الزيت. حبيتي تعمليها طبقة كمان، يبقى تشيليها من المية وترجعي تحطيها فين؟ في الدقيق، وترجعي تحطيها في المية تديكي طبقة تقيلة شوية. انا هنا كنتش عايزاها تبقى يعني الطبقة بتاعتها اكتر من اللي انا بعملها دلوقتي، فقلبها كده هي مرة واحدة. بس هنا لازم اخد بالي من حاجة، ان الزيت بتاعي يكون سخن. لازم تاخدي بالك ان الزيت بتاعك يكون سخن قبل ما تحطي فيه البسارية، عشان خاطر يغلفها من بره تبقى مقرمشة وتفضل من جوه طرية. وما تطوليش عليها في النار او تغمقي لونها عشان ما تنشفش منك. ايوه ايوه بعد كده انا دلوقتي لا كده انا ايدي فيها، لازم تاخدي بالك. ما تعملي ما مش خالص لا لو تبيس فيه لا مش اول ما يبقى لونها ايوه معايا هي ذهبي هي كده ابدا انا اعرف ايه ايوه صحيح اشيلها على طول اهو. بقت لونها ذهبي فاتح جميلة ماشي خالص. هنا كده الطاسة التانية عملتها برضو بنفس الطريقة، بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. اهي شكلها تحفة، طعمها جميل قوي، طعمها خطير بصراحة. عاملة كده كأنك بتقزازي لب. وده كان شكلها في النهاية معاكم اهو. يا رب الطبق البسيط ده يعجبكم، وبالهنا والشفا. واتمنى ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.